أعيد العصا للمعلم كي يستعيد الشارع بعضا من أخلاقه. هذه العصا كانت كفيلة بأن تجعل تلميذا في الصف الثاني يقرأ الجريدة بطلاقة ويتقن الإملاء والكتابة ويحفظ جدول الضرب. هذه العصا كانت كفيلة بأن تجعل التلاميذ يفرون إلى بيوتهم إذا ما لمحوا المعلم من مسافة بعيدة يمشي في الشارع. هذه العصا تخرج بسببها أطباء ومهندسين وطيارين وأساتذة ومعلمين. علموا أبناءكم أن المعلم هو أب ومربي وليس عدو، ولا تكن محاميا ومدافعا عن ابنك ضد المعلم إن كان ابنك مقصرا أو مخطئا. كما قال الشاعر: لا تحزن على الصبيان إن ضربوا، الضرب يفنى ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا المخافة ما قرأوا ولا كتبوا، لولا المخافة كان الناس كلهم شبه الجماد، فلا علم ولا أدب. السلام عليكم.